السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم مستجدات الكرة المغربية والمحترفين المغاربة، مع تسليط الضوء على أبرز العناوين والقضايا المثيرة. لا تنسوا دعمنا بزر الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تصدر لامين يامال قائمة الأفضل، وبلال خنوس يحتل المرتبة العاشرة عالمياً. تواجد النجم المغربي بلال خنوس لاعب ليستر سيتي الإنجليزي في قائمة أفضل 10 لاعبين تحت 20 عاماً لعام 2024 حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. واحتل خنوس المرتبة العاشرة عالمياً، بينما تصدر القائمة الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة. تميز خنوس جاء بفضل أدائه المبهر مع فريقه السابق جينك البلجيكي، وحاليا مع ليستر سيتي، إضافة إلى دوره البارز في تتويج المنتخب المغربي الأولمبي بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024. يذكر أن انتقاله إلى ليستر سيتي الصيف الماضي كان في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون جنيه استرليني. إسبانيا تسعى لإعادة إبراهيم دياز للمنتخب الإسباني. أثارت رابطة الدوري الإسباني لا ليغا جدلا كبيرا بنشر صورة للنجم المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، وهو يرتدي قميص المنتخب الإسباني بدلا من المغربي، رغم أن دياز أعلن رسميا تمثيله للمغرب وخاض مباريات مع أسود الأطلس. إلا أن هذا الخطأ أثار غضب الجماهير المغربية التي طالبت بتصحيح الوضع. اللاعب سبق أن لعب دورا أساسيا مع ريال مدريد في مواجهة إشبيلية، حيث أظهر تألقا ملفتا. نايف أكرد يكشف عن قدوته وأفضل لاعب في العالم في تصريحاته الأخيرة. عبر المدافع المغربي نايف أكرد عن إعجابه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وصفه بأصعب لاعب يمكن مواجهته. كما كشف عن الملاعب التي يحلم باللعب فيها، مثل ملعب أنفيلد وكامب نو وسانتياغو برنابيو. أما عن المدافعين الذين يعتبرهم قدوة له، فقد أشار إلى أليساندرو نيستا وجيرارد بيكي، مشدداً على إعجابه بأسلوبهما الدفاعي المميز. بايرن ميونخ يحسم مستقبل آدم أزنو. حسم بايرن ميونخ مستقبل النجم المغربي الشاب آدم أزنو، حيث قرر النادي الاحتفاظ به وعدم إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأكدت التقارير الألمانية أن أزنو سيستمر مع الفريق الأول ليحصل على فرص أكبر في الموسم المقبل. أزنو شارك مع الفريق الأول في مباراتين، واحدة في الدوري الألماني والأخرى في دوري أبطال أوروبا. كما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين. حكيم زياش وقرب العودة إلى الدوري الإنجليزي مع تأكد رحيل حكيم زياش عن غلطة سراي التركي في يناير المقبل. ازدادت التكهنات حول وجهته القادمة، وبينما ارتبط اسمه بأندية أوروبية من فرنسا، البرتغال، وهولندا، تشير التقارير الأخيرة إلى إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي عبر ناديي إبسويتش تاون أو ويست هام يونايتد، حيث يعتبر الانتقال إلى ويست هام الخيار الأكثر ترجيحاً. الجماهير تتابع باهتمام تطورات هذا الملف في انتظار الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة.